تصدر اسم اللاعب الكويتي فهد العنزي عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ورود أنباء تفيد بإدراج اسمه ضمن قائمة سحب الجنسيات التي أعلنت عنها بعض الحسابات الموثوقة عبر منصة إكس تويتر سابقاً، إلى جانب أسماء أخرى مثل مؤيد الحداد. وتأتي هذه الأنباء وسط موجة قرارات بسحب الجنسية في الكويت طالت أكثر من 1200 شخص وفق ما أفادت مصادر رسمية. فمن هو فهد العنزي؟ وما هو أصله؟ وما سبب سحب الجنسية الكويتية منه؟ هذا ما نجيب عنه بالتفصيل في السطور التالية. يعد فهد العنزي من أبرز نجوم كرة القدم الكويتية خلال العقدين الأخيرين، وهو لاعب وسط مهاري يمتلك سجلاً حافلاً مع نادي الكويت ومنتخب بلاده. بدأ مسيرته من الفئات السنية في نادي كاظمة قبل أن يتدرج ليصبح لاعباً في الفريق الأول، ثم انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي لفترة قصيرة، وأكمل مشواره الاحترافي مع نادي الكويت، وشارك مع المنتخب الكويتي في العديد من البطولات الإقليمية والدولية. ينتمي اللاعب فهد العنزي إلى فئة غير محددي الجنسية البدون، وهي فئة تعاني من مشاكل قانونية في دولة الكويت رغم مشاركة بعض أفرادها في المجالات الأمنية والرياضية والخدمية. وقد مثل العنزي منتخب الكويت في مباريات دولية بصفته لاعباً بدون جنسية، مما سبب له صعوبات في الحصول على تأشيرات خارجية، وتسبب في إيقافه في أكثر من مناسبة